اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. يعني اشتغلت الميركاتو الشتوي في اضيق الحدود، ولكن واضح ان في اللحظات الاخيره يعني كان 3 ورقات من الزمالك هما حديث المدينه. طيب بالنسبه للعيبه اللي جت، معلش بقى انت تديني مساحتي شويه عشان في حاجات كتير بتتقال، فانا اتفضل. عايز اتكلم معاك انت بحيث ان احنا نقفل الحاجات دي كلها. اتفضل. طيب رقم واحد بالنسبه للعيبه اللي جت، احنا قلنا من ساعه ما انت كلمتني اول مره قبل موسم الانتقالات وقلت لي مين اللي جاي، قلت لك 1 أو 2 على اقصى تقدير. صح. ده بالفعل اللي حصل. صح والله العظيم افتكرتك بتهزر في الاول، بس هو صح زي ما انت قلت زي ما عملت. طيب دي رقم واحد. رقم 2 سالتني قلت لي مين اللي ماشي، قلت لك 1 أو 2 على اقصى تقدير. صح. وده اللي حصل. خرج دونجا وخرج كاسونجو وخرج النهارده فتوح. يمكن فتوح عشان هو يعني متأيد ان هو تحت السن وكده، فكان يعني موضوعه سهل شويه. طيب ده بالنسبه للي خرجوا. بالنسبه للبدع في حاجه عايز اتكلم عليها، موضوع ايمن حفني. ايمن حفني نادي الزمالك رفض. نادي الزمالك بيتمثل في اداره الكوره، بيتمثل في مجلس الاداره، بيتمثل في مستر جراس. الثلاثه رفضوا العروض اللي جت لايمن حفني. واحط تحت مستر جروس دي كذا خط. نفس الكلام بينطبق على احمد مدبولي. احمد مدبولي يعني تلقينا اول باب الانتقالات ما فتح لحد دلوقتي اكتر من 10 عروض احمد مدبولي. ومستر جروس النهارده اتكلم مع احمد مدبولي قال له انا محتاجك معايا وانت الفتره اللي جايه هيبقى ليك دور. ومستر جروس هو اللي اصر ان هو احمد يقعد. بالنسبه لاحمد فتوح برضو نفس القصه، بناء على رغبه مستر جروس ان احمد هو شايف ان هو يعني رقم 3 في المركز بتاعه، ان هو عبد الله متالق بشكل كبير وبهاء مجدي، فهيبقى صعب ان احمد يشارك الفتره دي، وهو شايف ان هو في السن ده هو محتاج يشارك بشكل اكبر. دول بالنسبه للعيبه اللي خرجت، او بالنسبه للعروض اللي جت واترفضت في الفتره اللي فاتت واترفضت. عندنا حاجتين عايز اتكلم عليهم. موضوع محمد ابراهيم، علشان بس يعني برضو الكلام يبقى واضح وصريح. محمد ابراهيم بعد المباراه اللي فاتت قال لي انا شخصيا نزلت ابارك للعيبه في نص اللبس، قال لي شخصيا انا عايز يعني اروح نادي سموحه اعاره. وانا اتكلمت مع مستر جروس وانا شايف مستر جروس قال له انا هتكلم يعني سيبني اديني فرصه افكر وارد عليك بكره. وانا شايف ان انا احسن لي ان انا اطلع دلوقتي، لان يعني قالها لي صراحه، قال لي انا عايز ابقى رقم 1 في المركز بتاعي، وانا شايف ان انا مش رقم 1 في المركز بتاعي، ومستر جروس بيعتمد على اوباما وكده، فانا عايز اخد ماتشات اكتر لان انا حابب اكون في بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله مع منتخب. تاني يوم مستر جروس اجتمعت بيه، هو اللي نقل لي الكلام ده، قال لي انا ما عنديش اي مشكله ان محمد يطلع. وكان مع اللعيبه اللي انا حكيت لك على اسمائهم دول ان هو رفض مين يطلع ووافق على مين يطلع. فهو كان رفض ان ايمن حفني يطلع وان مدبولي يطلع، ووافق على محمد ابراهيم ان هو يطلع. تمام. بناء عليه نقلت الكلام ده لمجلس الاداره والاستاذ مرتضى ان دي رغبه مستر جروس ورغبه محمد، فهم صدقوا عليها. بالفعل جه يعني عرض سموحه للاسف ما جاش، جه لاحمد فتوح بس. بعد كده جه عرض الاسماعيلي في اخر 3-4 ساعات، جه مسؤول النادي الاسماعيلي وناس مشكورين ومحترمين تواصلوا مع محمد، ومحمد تواصل معانا ان هو قاعد مع النادي دلوقتي وهو عايز يروح الاسماعيلي، وخلاص كل حاجه خلصانه لان مدير فني موافق ومجلس اداره موافق. تمام. في اخر دقايق خالص قبل ما نخلص الموضوع، وكانت الاعاره مقابل 1,000,000 جنيه 6 شهور، عشان الناس بتقول ان الزمالك بيحط ارقام تعجيزيه عشان ولاده يطلعوا. لا، احنا الزمالك دفع 650,000 يورو علشان يرجع محمد ابراهيم من ماريدو. والزمالك وقف مع محمد ابراهيم علشان يرجع تاني يبقى موجود. واكيد شايف الفتره اللي فاتت محمد ابراهيم بيشارك بصوره طبيعيه جدا من غير اي تدخل من اي حد. مستر جروس شايف ان هو بيلعب. مستر جروس شايف ان هو يريحه بيريحه، مفيش اي تدخل.
ومحمد هو شايف ان هو احسن له ان هو الفتره دي يطلع. في اخر وقت خالص محمد احنا عندنا عرف في اداره الكوره ان اللعيب اللي بيطلع اعاره بيجدد للنادي السنه اللي هو هيطلعها او الست شهور اللي هو هيطلعها. بس هي الفكره ان محمد رفض ان هو يجدد، واشترط ان هو عشان يجدد عايز يعرف الزمالك هيجدد له بكام. ودي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه، لان هو السنه يعني محمد فاضل في عقده سنه ونص، وهو اللي عايز يطلع بناء على رغبته هو. فمش منطقي ان انا يعني اتفاوض على فلوس على 6 شهور هتحصل كمان سنه ونص. او على موسم هو بيتكلم فيه، بيتكلم في فلوس موسم لسه ما جاش اوان يعني. و يعني قال لي انا مش عايز امضي على بياض، قلت له هتمضي او هتمضي سنه واحده، ممكن تسيب العقود تفضل فاضيه لحد ما انت ترجع من الاعاره بتاعتك كمان 6 شهور. فبرضه ما كانش موافق. فقلت له محمد احنا كنادي مش هنقدر نطلعك غير لما تطلع تجدد النادي الاعاره بتاعتك زي كل اللعيبه اللي طلعت اعاره، سواء في الميركاتو ده او سواء في الميركاتو اللي قبله. فمحمد يعني قال لي لو عايزني اجدد يعني لازم نحط ارقام، ويعني كانت الارقام بالنسبه لنا مش مناسبه خالص للوضع اللي احنا فيه او للوضع اللي محمد فيه دلوقتي، او للحاله حتى اللي محمد يعني هو كان بيقول انا عايز اطلع عشان اجهز. محمد كان يعني بيتكلم في ان هو عايز يستوعب طارق حامد او كهربا او كده، والكلام ده وكان يعني الكلام ده عايز 9 مليون جنيه يعني. هو على فكره طارق حامد ما بياخدش 9 مليون جنيه. بياخد كام؟ طارق حامد نعم بياخد كام؟ طارق حامد بياخد اقل من الرقم ده، ويعني انت عارف اللعيبه ما بتحبش ان لا يعني بياخد الرقم، يعني بياخد اقل من الرقم ده، وده عقده المتوسط وهو ده اللي بياخده من النادي. ما بياخدش، انت عارف نادي الزمالك ما عندناش ولا رجال اعمال ولا حد بيطلع من تحت الترابيزه ولا فوق الترابيزه. الرقم اللي يعني انت سيف انت في اتحاد الكوره تقدر تشوف الرقم اللي طارق ياخده، لكن انا ما اقدرش ان انا يعني لعيب ده رزقه فلوسه اسراره ما اقدرش ان انا اقول. وانا ما اقدرش اسالك عليه تاني خلاص. طيب لكن هو فعلا هو مش الرقم ده خالص. بعدين طارق حامد لعيب مع احترامي لاي حد في نادي الزمالك، طارق حامد لعيب قعد 5 سنين بيلعب 5 مواسم متتاليه لنادي الزمالك، بياخد اقل من 2 مليون جنيه في السنه، وعمره ما طلب يعني تعديل عقده. لعيب محترم، لعيب محترم الحقيقه. طارق حامد اخر 5 سنين بيلعب اكتر من 98% من نسبه مشاركه مع الزمالك. طارق حامد عمره ما لوى دراع الزمالك. طارق حامد عمره ما يعني حط الزمالك في موقف وحش. طارق حامد لما جات له عروض بعد كاس العالم سواء من السعوديه او من بيراميدز، طارق حامد تمسك بنادي الزمالك، فهو ليه كل الاحترام والتقدير مننا. ويعني نفسنا يبقى وعندنا لعيبه كتير طبعا محترمه، نفسنا ان يعني عندنا النوعيه دي، لكن مش مسموح خالص في الفتره دي ان حد يجي يقول انا عايز اخد زي فلان او علان، خصوصا ان انت في الوقت ده يعني يعني انت شايف ان انت اصلا عايز تلعب في حته ثانيه. فده بالنسبه لمحمد ابراهيم. فالموضوع اتقفل في الساعات الاخيره ان هو قال لي لا انا مش عايز امضي، مش عايز اجدد لنادي الزمالك، انا عايز اطلع ال6 شهور دول، ولما ارجع فاضل لي سنه في عقدي وابقى خلاص في عقدي. اذا محمد ابراهيم خلاص في نادي الزمالك والموضوع اتقفل، يبقى شيكابالا. نادي الزمالك اتصرف في الموضوع نهائيا. نادي الزمالك وقف جنب شيكابالا اكتر من مره، مش محتاج اقول يعني ايه. هو فعلا ابن من ابناء النادي ويستحق ان احنا نقف جنبه من اول ان احنا يعني رجعناه من سبورتنج لشبونه، وكان هو بقاله اكتر من سنه يعني ما بيلعبش كوره وما مش مع نادي سبورتنج لشبونه، وكان نادي سبورتنج لشبونه عامل شكوى فيه وخلصنا الموضوع. كنا بعنا شيكابالا، مش احنا اللي بعنا يعني، مجلس الدكتور كمال درويش كان باع شيكابالا ب 200,000 دولار، مجلس الاستاذ مرتضى رجع اشتراه ب 650,000 دولار. تمام؟ انا للاسف زعلان على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي مع شيكابالا، لان الموضوع مش هيمشي خالص في السوشيال ميديا. شيكابالا محدش محتاج يقول لنا قيمته بالنسبه لنا ايه او نقف جنبه. طب احنا امير مش فاهمين ايه موقف شيكابالا. هل هو لاعب نادي الزمالك ومن حقكم تعيروه، ولا هو عنده مشكله في اليونان بره؟ طيب موقف شيكابالا عشان بس هنقعد تسمع كلام كتير من الناس اللي حوالين شيكابالا. خلاص شيكابالا جه في اول السنه زي عارف المشكله اللي حصلت ان هو ما حضرش فتره الاعداد وما سافرش المانيا بعد ما رجع من كاس العالم، وكان صعب جدا ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك. جاله عرض من اليونان، شيكابالا فضل مأجل العرض ده وطلب مني انا شخصيا ان انا اشوف له اكتر من عرض في السعوديه، وده يعني ما حصلش، لان في الاخر انا سعيد
ما حدش كان مهتم ان هو يضم شيكابالا في الوقت ده. شيكابالا المجلس الاداره ده يعني قرر ان هو يعني يقف جنبه وان هو يطلعه اعاره النادي اليوناني اللي هو اختاره ببلاش. اعاره موسم واحد؟ اعاره موسم واحد ببلاش. يعني شيكابالا انا طلعت له البطاقه الدوليه بتاعته في الصيف، استني شيكابالا البطاقه الدوليه بتاعته ترد لي في الصيف. تمام. طيب وببلاش بدون مقابل. نادي الزمالك ما خدش مليم عشان شيكابالا يقدر يروح يلعب وبيجتهد معاه. تمام. شيكابالا حصل له نفس المشكله اللي حصلت لباسم مرسي، ان هو ما تاقلمش او حصل له مشاكل مع النادي اليوناني بتاعه. وحب ان هو يرجع مصر. تمام. تواصل معايا مش بطريقه مباشره. انا بس برضه عايز اوضح حاجه. شيكابالا بحضور استاذ عمرو الجنايني، بحضور استاذ مدحت العدل، لما كنا بنمضي على العقود الثلاثيه ان هو يروح يونان، شيكابالا برضه رفض ان هو يجدد لنادي الزمالك، وقال انا عايز اللي يتبقى في عقدي، الفتره اللي متبقيه في عقدي هي دي اللي العبها. مع ان برضه ده استثناء اتعملت هو تحديدا، لان اي لعيب بيطلع بيمضي على عقود اعاره بالمده اللي هو هيطلعها. تمام. رفض، وكان استاذ مدحت العدل وكان استاذ عمرو الجنايني شاهدين على الكلام ده معايا. تمام. وانا عرضت عليه ان هو يجدد سنتين، وان انا اديله رقم يعني يليق بيه، ويبقى هو ده يعني تقدير لنادي الزمالك ان هو يعمله له. لو جدد السنتين دول بعد ما يرجع من اليونان، وهو رفض، قال انا مش عايز الارقام دي ولا عايز اجدد، انا عايز بس تكون يطلع يونان، وان شاء الله السنه الجايه نبقى نشوف هنعمل ايه. تمام. هو راح ورد، يعني رد تاني نادي الزمالك بعد شهرين، ما توفقش هناك، ودي حاجه وارده وبتحصل في الكوره. تمام. انا دلوقتي نادي عندي، معلش برضه سيف، انا نادي دلوقتي عندي ظروف معينه وبنافس على بطوله الدوري، وعندي لعيبه وعندي مشاكل لعيبه وبحلها لهم، واديك شايف الدنيا عامله ازاي، شغالين وعندنا اولويات. طبعا شيكابالا من اولوياتنا، لكن دي المره الخامسه او السادسه اللي شيكابالا يروح نادي وما يكملش فيه ويرجع. تمام. حصل الكلام ده في سبورتنج لشبونه، حصل الكلام ده في الوصل، حصل الكلام ده في الرائد، حصل الكلام ده مع نادي الزمالك، حصل الكلام ده مع باوز. فيعني دي مش مشكله نادي الزمالك دلوقتي ولا مشكله امير عشان انا يعني ابقى ملزم ان انا احلها. انا دلوقتي طب هو دلوقتي جاله ناديين هنا، جاله الاتحاد وجاله المصري. طيب نادي الاتحاد يعني دي بقى مرحله ثانيه نخش فيها. انا تواصلوا معايا ناس قريبين من شيكابالا ان شيكابالا عايز يروح الاتحاد السكندري، وفي اكتر من وكيل كلمني. هو ما فيش تواصل بيني وبينه خالص. انا يعني مش عارف ايه السبب. من ساعه ما طلع يونان وهو حتى ما مضاش العقود معايا، يعني هو بعت لي العقود مع وكيل. تمام. هو دلوقتي في علاقات مع نادي الاتحاد فيها توتر شويه، وفي سياسه مجلس اداره ان احنا مش هنتعامل مع نادي الاتحاد في لعيبه، وده حصل في الميركاتو ده، ان مفيش لعيبه راحت الاتحاد خالص بسبب مشكله مشاركه داوود وشريف. تمام. نادي الزمالك من حقه ياخد موقف مع الانديه، هو عنده علاقات مع الانديه ساعات بتبقى متوتره ساعات بتبقى كويسه. دلوقتي الفتره دي متوتره، مش هنودي حد الاتحاد السكندري. واعتقد الجمهور بيشاركنا في الراي ده، لان ما حصلش احترام للتعاقد اللي بيننا وبين نادي الاتحاد بخصوص سيسي وبخصوص داوود. تمام. عندك سكه المصري، عندك قلنا له دور على اي نادي غير نادي الاتحاد. تمام. فضل شويه يعني الناس اللي بتتواصل معانا دي، لا هو عايز يروح الاتحاد. في الاخر انا ما فيش اي تواصل حصل بيني وبينه. النهارده اخر يوم في القيد، فاتحين النادي لحد الساعه 12 عشان موضوع بس شيكابالا، عشان موضوع شيكابالا عارفين ان هو هيسيب الموضوع لحد اخر لحظه. اخر نادي المصري جم قعدوا استاذ احمد السمله، استاذ عدنان حلبيه، جه قعد معايا في نادي الزمالك، كلمني في 6 لعيبه. خلاص؟ ما جاش كلمني على شيكابالا بس، جه كلمني في 6 لعيبه. كلمني في محمد عنتر واحمد فتولي واحمد فتوح، وكلمني في محمد، كلمني في لعيبه، يعني العدد كان 6 لعيبه. قلت له ايه المسموح يطلع وايه اللي مش مسموح يطلع. وبعدين في الاخر اتكلمنا على موضوع شيكابالا، حطيت ارقام، نفس ما حطيت ارقام للعيبه حطيت ارقام لشيكابالا، ارقام بالنسبه لنا ما ينفعش ابقى انا مثلا لما اجي اقدم للنادي المصري عرض ان انا عايز اخد اسلام عيد. امير معانا ولا قطع؟ طيب نادي شيكابالا الحقيقه الدقائق اللي احنا بنتكلم فيها دي فاصله في حياته، فاصله. يعني انا ما اعرفش الحقيقه امير التليفون قطع في توقيت صعب جدا، ولكن بناء على اللي هيقوله
هو مستقبل شيكابالا. هل هو مستمر؟ هل هو موجود في نادي؟ لو شيكابالا ما فيش اعاره للنادي اعتقد الامور تتأزم في مشواره الكروي بشكل كبير جدا جدا جدا، لان هيبقى عندك امير. امير قطع تاني. لو ما فيش تكمله لشيكابالا او ما فيش اعاره لشيكابالا، ان شيكابالا يكون موجود في نادي الزمالك من المستحيلات، صعب، لان مش هيلعب، حتى لو قعد حتى لو اتمرن مش هيلعب. عشان يبطل الفتره دي كلها ويرجع شيكابالا ويخش عليه الصيف، ودي الفتره المتبقيه من الدوري مع كاس الامم مع بعد تماما عن المشهد الكروي وتأزمت كثيرا الامور. هو تفكيره ايه؟ هو بيفكر في ايه؟ انا الحقيقه مش عارف. يعني موهبه زي كده بيفكر فيه، انا مستغرب من اللي بسمعه، مذهول الحقيقه من اللي بسمعه. يعني مختفي ازاي؟ ده مستقبلك، دي حياتك الكرويه، حياتك، مستقبلك اللي جاي. ازاي النهارده بنتكلم ان احنا بنتكلم في اخر 3 4 5 ساعات، اخر 3 4 5 ساعات فيهم تبطيل كوره 7 8 شهور، تبطل كوره تماما، ترجع بعد كده تلعب فين؟ الامور النهارده تبقى عامله ازاي؟ مع ان النهارده ممكن تروح النهارده المصري، ممكن تروح الاتحاد، ممكن تروح الاسماعيلي، ممكن تروح ترجع تنور تاني، ترجع تفوق تاني، يبقى عندك كل الفرص وكل الحاجات اللي بتحلم بيها. طيب نرجع لامير تاني. مساء الخير يا امير. لحد فين؟ كمل لي بقى لحد ما قعدت مع مسؤول النادي المصري وما وصلتش معاهم لحل في الفلوس. لا، وصلنا في الاخر لحل ان لو يعني شيكابالا عشان هنعتبره ان هو احنا طلعناه عرب اول السنه ببلاش، اننا هنجيب استثناء من مجلس الاداره ان هو يكمل كانه لسه في يونان، يعني مش هنطلب فيه فلوس. تمام. والموضوع يخلص وشيكابالا يرجع. انا الاولويه بالنسبه لي ان هو يرجع ويلعب، انا عايزه يلعب. تمام. بالنسبه لي الاولويه ان هو يلعب. وصلتوا ليه بقى؟ وصلنا ان المصري مش عايز يدفع فلوس، المصري بالنسبه له هو يعني دي شطاره منهم. خلاص المصري مش عايز يدفع وانت موافق، صح؟ انا موافق، بس انا خلي بالك يا سيف، شيكابالا ما بيتواصلش مع النادي ولا وقافل تليفون، وبقاله اسبوعين او اعتقد او اكتر في اسوان والناس اللي حوالين شيكابالا. انا بحب شيكابالا جدا وبحترمه جدا، بس الناس اللي حوالين شيكابالا هم مش امنا عليه. طب انا فاهم، بس انا عايز اوصل لان فاضل 35 دقيقه على قفل القيد خلاص. يعني انت توصلت شيكابالا راح المصري ولا ما راحش؟ لا، في الاخر ما راحش النادي المصري، والنادي المصري هو اللي يعني في الاخر النادي المصري مش يعني تراجع عن الموضوع في الاخر. هو شاف ان الموضوع مش هيخلص بسبب ايه يا سيف؟ برضه حاجه نادي الزمالك ملوش علاقه بيها. شيكابالا عليه 20,000 يورو للنادي اليوناني. النادي اليوناني مش عايز يبعت البطاقه الدوليه غير لما ال 20,000 يورو دول يتباعوا، والنادي المصري مش عايز يدفع المبلغ ده. هو بيقول ان انا ما اتحملتش المبلغ ده، فدي مشكله ما بين انا كل دوري ان انا اوجه البطاقه الدوليه، اطلبها تمام واوجهها للمصري. اذا دلوقتي شيكابالا لاعب في نادي الزمالك؟ لا. امال لاعب فين؟ شيكابالا دلوقتي لاعب في النادي اليوناني. لاعب في لاعب فين؟ في النادي اليوناني بتاعه اللي هو معار في النادي اليوناني لحد نهايه الموسم. لحد نهايه الموسم، لو هو اللي بيملك بطاقته الدوليه. والنادي اليوناني اشترط على النادي المصري، لان احنا كنا على علم باللي بيحصل وبالتواصل مع الاداريين اللي عندنا مع النادي اليوناني مع النادي المصري. النادي اليوناني طالب 20,000 يورو، يعني في غرامه او غالبا او مديونيه على شيكابالا، او يعني فلوس دي هناك هم عايزين يتنازل عنها. او هو يبعتها ومفيش حد يبعتها، يعني ولا شيكابالا يبعتها ولا النادي المصري يبعتها. اذا اللي انا افهمه من كلامك ان شيكابالا ال6 شهور الجايين مش هيروح اليونان، هيفضل قاعد هنا، لا هو في الزمالك ولا هو في اليونان ولا هو في حته. هو مش على قائمه نادي الزمالك دلوقتي، هو على قائمه المعارين، وهو المفروض ان هو يرجع دلوقتي. يعني انا وجهه نظري او نصيحتي ان هو يرجع اليونان دلوقتي، ان هو بطاقته على اليونان، فلو عنده مشكله هناك يحلها ويلعب. هو دلوقتي هو الواقع ان هو في اليونان خلاص، هو مش في الزمالك ولا في مصر. ازمه. انا شيكابالا طلعته اعاره في اول السنه عشان انا استقبله تاني في اول السنه اللي جايه ان شاء الله. ازمه. هو رجع بعد شهرين، عنده مشكله بعد شهرين. انا ولا الوقت يسمح ولا الموضوع يسمح ولا الظروف تسمح ولا القايمه عندي تسمح ولا الصفقات اللي انا عملتها، ما عنديش مكان يا سيدي. يعني ما عنديش مكان ان انا احل الموضوع بالشكل اللي كان كل مره بيتحل بيه. يعني شيكابالا يرجع اليونان يا يبطل كوره. ان شاء الله ما يبطلش كوره، وان شاء الله يرجع اليونان لو يعني يجي على نفسه بس شويه، وهو طول ما هو قريب من الملعب ربنا ان شاء الله يكرمه. واحنا
هنستقبله السنه الجايه زي ما طلعنا عقد الاعاره انه يطلع اعاره موسم، انا ما طلعتوش اعاره شهرين اساسا. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، انا اسف يعني، باسم مرسي حصل له نفس الموقف، صح؟ صح. يعني باسم مرسي طلع برضه اعاره واعاره ببلاش، وحصل له مشكله في اليونان هناك وفسخ عقده هناك. بس جه تواصل معاك وتواصل مع النادي هناك لما الامور خلصت يعني. انا قابلت شخصيا باسم في نادي الزمالك 10 مرات جوه نادي الزمالك عشان يحل مشكلته. فدي حاجه لو جبت يعني لو كلفت نفسك وكلمت شيكابالا واديته خبره من خبراتك ونصحته، هو هيبقى في مكان احسن من كده. ده رقم واحد. رقم اثنين، نادي الزمالك مش طرف علشان يعني مش داخل في مواجهه مع شيكابالا ولا مع باسم مرسي ولا مع اي او محمد ابراهيم او مع اي حد عشان يبقى في حد بيدعم حد قدام. لا بالعكس، هو حازم امام عايز يوصل له رساله ان انت موهبه كبيره العب، هو مش بيدعمه ضد نادي الزمالك. لا الدعم يبقى بشكل تاني يا كابتن سيف. الدعم يبقى بشكل، هو الحاجات دي يعني للاسف هي الحاجات اللي ضرت شيكابالا في مشواره في الكوره، الدعم الغلط اللي بيحصل. ما هو لازم، هو كمان لازم يعني يشغل دماغه الحقيقه ويعرف ان مستقبله في خطر. بس انا اتمنى من كابتن حازم امام ان انا فعلا بحترمه يعني وبحبه على المستوى الشخصي. انا عارف ان انت بتحبه جدا فعلا والله العظيم، والله ما بقول كلام، انا فعلا بحب كابتن حازم امام جدا. اتمنى ان هو زي ما عمل هاشتاج كده بيدعم شيكابالا، اتمنى ان هو يدعم نادي الزمالك وفي موضوع المؤجلات بتاعته بصفته ان هو رمز نادي الزمالك هو اتحاد الكوره. احنا بنتوسم فيه كتير ان هو دي ما فيهاش بقى اهلي وزمالك يا كابتن سيف. كابتن حازم كادر كبير ورمز من رموز نادي الزمالك، بيمثل الكوره المصريه كلها في نادي طبعا. الزمالك. انت قول لي بس ايه الموضوع والصح يمشي، يدعمه كابتن حازم وادعم انا وانت وكابتن طبعا كل الناس طبعا. بس انا قصدي ان كابتن حازم هو اقرب حد ليا انا شخصيا. في موضوع المؤجلات ده احس ان هو برضو يصرح برايه ان هو مش راضي على اللي بيحصل. انا ما ينفعش يبقى عندي جدول استلمته في اول السنه يا كابتن سيف. الجدول ده اتلعب منه او يعني اتحاد الكوره او لجنه المسابقات التزمت ب 20-30% منه، والباقي كله اتغير. الباقي كله اتغير. عندي ماتشات في شهر 8 وهلعبها في شهر 3. يعني انت راجل فير وراجل عادل، وكابتن حازم امام برضه نفس القصه. انا بتكلم على الناس اللي انا شخصيا باثق فيهم وبحترمهم وعارف ان هم ما بيردوش بالغلط حتى لو هم اصحاب قرار يعني هيقولوا كلمه حق. لا انا ما يبقاش عندي ماتش مع الاهلي في الدور الاول بظروف معينه، استنى لما الاهلي يجيب 6 صفقات، واستنى لما الاهلي يخلص افريقيا، واستنى لما الاهلي يجيب 2 مدربين، واستنى لما الاهلي. لا انا ما استناش ده. الظروف دي ما بتستناش. انا في 2016 يا كابتن سيف لما رحت لعبت في نهائي افريقيا ب 14 لعيب، وصلت نهائي افريقيا مع كابتن مؤمن سليمان ب 14 لعيب. الاتحاد الافريقي ما اجليش النهائي وقال لي استنى لما تجيب لعيبه. هي دي البطوله وهي دي ظروف البطوله. هتحط في اي ظروف وهلعب. طيب هل في موقف معين من نادي الزمالك؟ هل في قرار وصلتوا له في هذا الشان ولا تنتظروا قرار اتحاد الكوره؟ انا بنتظر قرار اتحاد الكوره. في مؤجلات لو سمحت، المؤجلات دي ليها ترتيب معين. خلاص اتاجلت من الدور الاولاني للدور الثاني. انا عايز اعرف ما دام الاهلي دلوقتي عنده وقت ان هو يلعب الانتاج الحربي، ليه ما يلعبش الزمالك؟ ليه ما يلعبش المؤجلات الثانيه اللي عنده؟ ليه بنختار له لا النجوم لا الانتاج لا الدجله؟ ليه؟ طب ما هو هي نفس 90 دقيقه وهي نفس اللعيبه اللي بتلعب. فلو لو ترتيب المباريات كان مثلا اسماعيلي زمالك انفي، يبقى بالتاجيلات لما تيجي تتلعب تبقى اسماعيلي زمالك انفي، لان نفس الفرق برضه عندها ماتشات ثانيه. انت كل اللي انت هتعمله ان انا بدل ما انا هلاعب النجوم او بدل ما انا هلاعب الانتاج الحربي، الاهلي هيلاعب الانتاج الحربي، انا هلاعب الاهلي والانتاج الحربي يلاعب النجوم، ويبقى ده ماتش من المؤجلات خلصت منه. لكن انت ماتش في الدور الاولاني في شهر 8 ولا في شهر 9 هلعبه في سنتين 3 ليه؟ تمام. يعني في مصلحه مين؟ يوم السبت ان شاء الله يعني تنتظر قرار من اتحاد الكوره ويكون قرار مرضي ان شاء الله باذن الله للجميع. انا باثق فيك انت شخصيا يا سيف وفي كابتن حازم امام طبعا. ربنا يخليك. وان شاء الله اللي احنا عايزين مسابقه تبقى قويه، الزمالك يكسب الدوري، الاهلي يكسب الدوري، صح، بيراميدز تكسب الدوري، لكن ما فيش بطوله هتتعمل بالشكل ده. عايزين يبقى عندنا جدول ان شاء الله من السنه اللي جايه يعني اللي يتقال عليه يتعمل كلنا. والفرقه عايز اقول لحضرتك على حاجه عشان برضو كابتن كبير امبارح قال لا الفرقه اللي تلعب في البطوله العربيه ما تلعبش في افريقيا.
لا الفرقه تلعب في اي فرقه في بطوله هي عايزاها، وانت ما تعملوش استثناء، ما تاجلوش ماتشات. انت ما تاجليش ماتشات خلاص. يا زمالك عايز تلعب في دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال العرب، استحمل، ما تجيش تقول لي اجل ماتشات، وانا هستحمل معاك. عندي 30 لعيب اوظفهم بقى في البطولتين دول، لكن ما نقعدش بقى نشيل من هنا ونحط هنا. كلها حلول، وانت الحقيقه قلت كلمه مهمه جدا، احنا عايزين البطوله تبقى اقوى بطوله، فان شاء الله طول ما ده هدفنا كلنا ان شاء الله باذن الله هنروح للحل الامثل ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا امير مرتضى منصور المشرف على الكره بنادي الزمالك. كان حقيقه يعني اخبار مهمه جدا لنادي الزمالك. نادي الزمالك ما تصدرش المشهد في الماركاتو، ولكن هو في النهايه في الفينشنج الاخير اخر 50 متر 3 مواضيع، الثلاثه اتقل من بعض، محمد ابراهيم، شيكابالا، وايمن حفني. في الاخر انا الحقيقه حزين بشكل كبير جدا على شيكابالا، كلنا بننادي على شيكابالا، مش حازم امام وانا وميدو، كل الناس بتنادي على شيكابالا، بس مهم جدا ان شيكابالا نفسه ينادي على نفسه. مهم ان شيكابالا، انا مستغرب ان في الساعات الاخيره بنبص على المشهد كده الحقيقه، يعني في ساعات تبقى بتحب اللي قدامك وحزين عليه في نفس التوقيت. اتمنى ان هو يكون بيسمعنا، اتمنى ان يحصل تحرك، وتتمنى اشوفه في النادي المصري، اتمنى اشوفه في الاتحاد. كلام مسؤول الزمالك او كلام امير دلوقتي ان نادي الزمالك يعني حاول معاك ما قصرش، لازم تظهر، لازم تبقى موجود، ولازم لو في وجهة نظر اخرى او حديث اخر مش واضح لنا واحنا